يا مساء الخير عليكم، مرحب بكم في قناتي قناة المخرج البير أنطون. حلقتنا النهارده هنتكلم فيها عن حاجة مهمة جدا وهي الورش. هتكلم جنرال عن الورش كلها، سواء ورش التمثيل، ورش الإخراج، ورش السيناريو أو ورش الفيلم ميكنج. هنركز أكتر على ورش التمثيل عشان هي دي اللي بيبقى فيها مشاكل. يعني إيه هي المحاور الأساسية اللي إحنا هنتكلم فيها في الموضوع ده؟ هنتكلم الأول إمتى أنت أو أنتي تبقى مهيئين إن أنتوا تروحوا تاخدوا ورش. ازاي اعرف افرق الورشه دي فعلا ورشه انا هستفيد منها ولا ورشه اي كلام، وامتى الوقت المناسب اللي الواحد يقرر فيه ان هو يبتدي ينزل يدور على ورشه يستفيد منها، سواء بقى ورشه تمثيل، فيلم ميكنج، اخراج، وات ايفر نوع الورشه دي. انا عايز ايه من الورشه؟ لازم انت او انتي تحدد انت محتاج ايه من الورشه بالظبط، عشان في الاخر تعرف انت حققت الهدف اللي انت عايزه ولا لا. لما نبتدي بقى ندور على الورش، نبتدي بقى ازاي نفرق بين الورش اللي فعلا ممكن نستفيد منها والورش اللي زي ما دخلناها زي ما هنخرج منها. هنجاوب برضو على سؤال، وهو هل لما يكون في اسم كبير هو اللي بيدرس، سواء بقى مخرج او ممثل كبير، هل الورش اللي الناس دي بتديها، هل انا فعلا لو دخلت مع الناس دي هل استفيد؟ هل الورشة لما يكون سعرها غالي جدا، هل دي فعلا بتبقى هي دي الورشة اللي زي ما بيقولوا الغالي ثمنه فيه، ولا ممكن تبقى ورشة سعرها حنين علينا ويكون اللي بيدي فيها ممكن يكون مش معروف بس فعلا نستفيد منه؟ برضه هنتكلم هل الورش دي هي نهاية المطاف، خلاص انت خدت ورشة او انت خدتي ورشة خلاص كده الموضوع انتهى. هنتكلم برضه في موضوع تاني، هل الورش ملزمة انها تشغلك بعد كده، سواء انت اخدت ورشة تمثيل فيوجدوا لك فرصة ان انت تمثل، او انت درست مثلا اخراج او فيلم ميكنج يبتدوا يساعدوك ان انت تعمل فيلمك. كل المواضيع دي هنتكلم فيها على مدار حلقتين، هنتكلم فيهم كل نقطة بالتفصيل. وطبعا لو اي حد عنده اي تساؤلات انا ما طرحتهاش في الحلقتين يكتب لي الاسئلة وانا هرد عليه على طول. يلا بينا نبدأ. ورجعت لكم تاني وهنبتدي نجاوب على كل الأسئلة اللي احنا اتكلمنا عليها في أول حلقة. أول سؤال هو هل فعلا الورش مهمة؟ هل انت او انتي خلاص احنا قررنا ان احنا نخش مجال التمثيل مثلا وعايزين ناخد ورشة تمثيل، فهل مهم ناخد ورشة تمثيل ولا احنا ممكن مع نفسينا كده نعمل حاجة؟ لا، الورشة طبعا مهمة جدا جدا. زي بالظبط لما انت بتخش مدرسة، ينفع تقول انا هتعلم القراية والكتابة مع نفسي؟ ممكن تعمل كده، بس ده هياخد منك وقت طويل ولازم طبعا تلاقي حد يكون بيساعدك. فطبعا في الوقت ده صعب انك تلاقي حد مثلا بيساعدك، او صعب ان انت تعرف تميز ايه المعلومات الصح لو انت بتقرا كتب او مش عارف توصل لكتب او تعرف لمنهج معين تبتدي تذاكر منه. فطبعا الورش، وطبعا هنتكلم بقى بعد كده بقيه الحلقه ازاي طبعا تعرف تختار بين الورشه الكويسه، وازاي انت لما تيجي تدوري على ورشه تعرفي تختاري الورشه الصح عشان ما تبقوش بتضيعوا فلوسكم في ورش ما تستفادوش منها حاجه. فيبقى اول سؤال هو هل الورش فعلا مهمه؟ ايوه الورش مهمه لانها بتقطع شوط كبير. زي ما بنقول احنا حد يقول لك احنا ببدا دايما حيث انتهى الاخرون. انت بدل ما بتاخد ستيب 1 لا انت خلاص عديت كذا مرحله، فانت الورشه بتبتدي تديك البيزكس بتاعت الموضوع اللي انت رايح تدرسه. بنتكلم اخراج او بنتكلم عن التمثيل مثلا، بتاخد سواء تدريبات بقى او تاخد كتب، تعرف مناهج، تعرف حاجات كتير عن التمثيل تبتدي تساعدك ان انت خلاص تعدي خطوه انت كنت هتاخد وقت كبير قوي عشان توصل ان انت تعديه. يبقى اول حاجه الورشه فعلا مهمه لو انت هتاخد ورشه، بس اهم حاجه يبقى الاختيار صح. تمام؟ ده كده احنا جاوبنا على اول سؤال. السؤال التاني بقى، امتى الواحد يبتدي يقرر ان هو يبتدي يدور على ورشه؟ يعني خلاص احنا عرفنا ان الورشه مهمه، طب امتى الواحد يبتدي يحس ان هو مهيأ ان هو يبتدي يدور على ورشه؟ لازم طبعا يا جماعه يكون في مينيمم من الخبره. يعني ما ينفعش مثلا واحده عايزه تمثل فجاه تقرر لا انا عايزه اروح اخد ورشه. طب ما انت هتاخدي الورشه، ما انت لازم عشان نعرف نقيم الورشه دي يكون على الاقل في باك جراوند ضعيفه جدا، يبقى انا فاهم انا بتكلم في ايه، عشان لما هاجي اتكلم في بقيه الحلقه او في الحلقه اللي بعديها هنتكلم على اختيار الورشه. فانت لازم تكون فاهم اختيارك للورشه بناء على ايه، فانت لازم يكون عندك معلومات. فاهمين قصدي؟ يعني انت دلوقتي مثلا يعني رايح تتعلم لغه صيني، فانت ما عندكش اي باك جراوند للغه الصيني، فانت اي واحد هيقعد يقول لك اي كلام يقول لك انا على فكره بتكلم صيني، انت ممكن تصدقه لان انت مش فاهم اللغه الصيني. غير لما انت تكون معاك الاساسيات، على الاقل مثلا بتعرف تعد بالصيني، عارف شكل الحروف بالصيني.
فلما حد يجي يكتب قصادك تقول لا ده صح، ده بيكتب لا صيني، لا ده انت بتتكلم صيني، يعني المخارج بتاعت الحروف صح. فهو ده الفرق. فلازم يكون في الاول في خلفيه ولو بسيطه عن الحاجه اللي انا هاخدها. طبعا لو انت داخل تمثيل بتكون اتفرجت على افلام كتير، مسلسلات، حاولت تقرا كتب على قد ما تقدر يعني، بس يبقى في خلفيه عندك ولو بسيطه عشان خاطر لما تيجي تبتدي تدور على الورشه تبقى انت مؤهل ان انت عارف بتدور في اي سكه او انت عايز ورشه ايه. لان في ورش كتير مثلا لو بنتكلم عن التمثيل وفي سكك كتير، هتعرف امتى انت محتاج ايه لما انت تعرف انت عايز ايه الاول. فانت لما تكون عندك خلفيه خلاص انا عرفت لا انا عايز كذا، فلما تيجي تدور على ورشه بتبقى انت بتدور على ورشه المنهج بتاعها فيها الحاجه اللي انتوا هتستفيدوا منها. السؤال الثالث اللي انتوا لازم تسالوه لنفسكم قبل ما تفكروا تاخدوا ورش، احنا عايزين ايه من الورشه؟ ناس كتير كانت بتتواصل معايا مثلا عايزين ياخدوا ورشه تمثيل او ورشه اخراج معايا، فيقول لي طب حضرتك بعد ما هاخد الورشه هتشغلني؟ اقول له لا، انت جاي عشان تتعلم ولا عشان انا اشغلك؟ فانتوا لما تيجوا تدوروا على ورشه يا جماعه مفيش ورشه هتشغلكم بعد كده، ولو في حد قال لكم انا بعد الورشه هضمن لك شغل يبقى ده بينصب عليكم او بيضحك عليكم. تمام؟ ده اول نقطه. تاني حاجه، انت لما تكون رايح لورشه انت رايح عشان تتعلم، انت رايح عشان تستفيدي معلومه جديده. انما لو رايح وهدفك ان انت يشغلك بعد كده، لا، لان الشغل ده بيجي لسه مرحله بعد فتره طويله من التدريبات والاختبارات، وتروح وتيجي وممكن تاخد اكتر من ورشه، فالموضوع مش سهل. فلو حد في ورش مثلا بتقول لك احنا هنشغلك بعد كده، دي انا اعتقد ما تثقش فيهم، لان صعب قوي ان الورشه تشغلك على طول. لان هتشغلك ازاي؟ انت المعايير اللي بيختار المخرج بيها زي ما احنا اتكلمنا في حلقه الكاستنج، انت او انت بتبتدوا تروحوا مكتب الكاستنج، بيبتدوا يصوروكوا، وبعد كده بيجي مساعد المخرج يبتدي يدور على الكاركتر اللي هو عايزه. فانت خدت ورشه دلوقتي، فايش ضمنك ان المخرج مثلا او الشخص اللي دربك سواء تمثيل او اخراج خلاص محتاجينك كممثل تعمل العمل ده، او حد بيخرج مخرج كبير فهيجيبك انت كمساعد معاه عشان انت واخد الورشه. فده الى حد ما صعب. يعني انا ما شفتش الموضوع ده ان حد بيساعد الا اذا كان بقى حد معرفه جامده او كده. احنا فاهمين الكلام ده، في طبعا نسبه كبيره بتشتغل بوسايط ومعارف وكده، بس في كون ان انت تاخد ورشه انت رايح والتارجت بتاعك او انت رايحه عشان هتروح الورشه عشان هيشغلوكوا، فده طبعا يعني اللي يقول كده دي برضو من العلامات اللي تخلي الواحد يبقى قلقان. برضه يعني هضرب لكم مثال حي، يعني بحب دايما اقول امثله عشان خاطر الناس تبقى فاهمه. في احد المكاتب بتاعه الكاستنج كانت عامله ورشه تمثيل وبمبلغ يعني، وفي الاخر بيقولوا في بعد كده فرصه ان احنا بنشغل، لان هو مكتب كاستنج، ان احنا بنشغل الناس المتميزه. فواخدين بالكم راح حط متميزه دي. طب انا دلوقتي خدت الورشه او انت خدت الورشه ودفعت الفلوس، طب تمام، فانا رايح ما استفدتش حاجه، فانا مكبر دماغي انا همثل. فيجي في الاخر يقول لك لا انت مثلا، او انت تروح تقول له طب انا ما اشتغلتش ليه حضرتك، انا مخلص الورشه بقالي شهرين ثلاثه ما شفتش حاجه. ايه الرد اللي هيتقال؟ يقول لك لا، ما احنا قلنا في الاول ان احنا بنشغل ان المتميزين، انت مش متميز. فايه المعيار بقى؟ معيار التميز ده صعب ان انت تقدر تمسك الكلمه اللي هو قالها. زي ما قالوا القانون لا يحمي المغفلين. انت في الاخر هتقول طب هو ما شغلنيش، ما انا دفعت فلوس. يقول لك حضرتك ما انت مش متميز او انت مش متميزه. فدي كانت من الاعلانات الغريبه يعني، وكانت برضو بمبلغ. فنخلي بالنا من النقطه دي، ان انت رايح الورشه او انت رايحه ورشه، الهدف الاول ان انا رايح اتعلم. فاحنا المعايير اللي هنتكلم عليها بعد كده ازاي نعرف الورشه دي كويسه ولا لا، المعايير العلميه. انا رايح عشان اخد معلومه، رايح استفيد، رايح عشان المستوى بتاعي يعلى، سواء بقى انا مستوى التمثيلي، اعرف تكنيكات اخراجيه، سواء هشتغل مساعد مخرج، هكتب سيناريو، كل ده لازم انا بكون بختار الورشه او المكان اللي هيرفع من مستوايا في الموضوع ده. انسى خالص الموضوع بتاع انه يشغلني او ما يشغلنيش. تمام؟ سؤال تاني برضو هنساله لنفسنا، هل الورشه اللي انا هاخدها او انت هتاخديها هل ده نهايه المطاف؟ لا طبعا. وبرضه ارجع واقول تكمله للاسئله اللي قبل كده، ان اللي هيقول لك ان حضرتك هتاخد الورشه دي وبعد كده هتبقى نجم الكون، يبقى ده برضه بينصب عليكم. مفيش حاجه اسمها كده. في ناس بتفضل طول عمرها بتدرس. يعني برضه ناس كانت بتكلمني طب حضرتك لو احنا خدنا ورشه معاك بعد كده هنبتدي نمثل وبتاع. هتمثل، وانت ممكن تبقى مش واخد ورشه وتمثل، مش هي دي المشكله، بس فكره المستوى بتاعك. زي دايما كنا مشكلتنا بنقول ان ولاد النجوم مثلا بيطلعوا يمثلوا. ما ايوه بابا نجم او مامته نجمه متمثل، او بابا او مامته مخرج او منتج، سهل قوي يدخله. بس دينا شفنا مسلسلات كتير في الموسم بتاع رمضان ده، وشفنا السف اللي كان بيحصل على اولاد يعني
كتير من ولاد الممثلين اللي بيمثلوا عشان الاداء كان فعلا اداء رديء جدا جدا جدا، فسهل قوي ان يخشوا المجال. بس في الاخر هل انت هتقدر تستمر ولا لا؟ فهي دي الفكره. فالورشه اللي انت هتاخدها مش نهايه المطاف، فانت مش اجدع من الناس اللي طلعوا، والناس يعني كان في سخريه من الاداء بتاعهم. وفي الاخر احنا كنا بنشوف على السوشيال ميديا ايه اللي بيحصل، ان ولاد الفنانين اللي كانوا يعني الاداء بتاعهم رديء كانوا بييجوا يسالوهم، فبيطلعوا يدافعوا يقولوا لا ده احنا درسنا في امريكا مش عارف ايه، ده احنا في معهد مش عارف ايه درسنا التمثيل والاخراج. وفي الاخر طب وبعدين؟ ما هو ده درس وفي امريكا كمان وورش ومستوى عالي، بس هو هل كان عنده الموهبه؟ هل هو كان بيطور من نفسه بعد ما خد الورشه؟ لا طبعا. فهي الفكره الورشه مش نهايه المطاف، واللي هيقول لك كده يبقى بيضحك عليك. الورشه انت بتاخد الاساسيات. انا لما باجي بدي حد ورشه سواء تمثيل او اخراج بقول لهم يا جماعه انا بديكوا البدايه او السكه، بديك ستيبس كده وبديك خبرتي وشغلي والحاجات اللي انا بعملها، انت بعد كده بتكمل مع نفسك. فانا لان انت طول عمرك هتفضل تذاكر. طب ما انا اخرجت افلام وعملت شغل وبتاع ولغايه دلوقتي بعمل دراسات عليا وبذاكر. الموضوع الفن بالذات يا جماعه ما يعني ملهوش وقت معين تقول خلاص انا وصلت، مفيش. يعني الناس بتفضل طول حياتها عماله تذاكر وتكتسب معلومات جديده وتقرا وتعمل وتمثل هنا وتطلع تمثل هنا وتخرج هنا وتخرج هنا. فده مهم جدا عشان ما حدش فيكم يروح ياخد ورشه وحد يقول له انت هتاخد الورشه دي بعد كده هتبقى ما حصلش. مفيش الكلام ده. انت هتفضل طول عمرك وانت هتفضلي طول عمرك بتذاكري وتتشطري. الممثل اللي بيجي يوصل عند ليفل معين خلاص ده كده هو افتكر نفسه حاجه، اعرفوا ان هو كده ده بدايه الانحدار، هو كده بينزل. وشفنا نجوم كتير كانوا بدأوا من الصفر وابتدوا وصلوا لمرحله كويسه بس عشان ما اشتغلوش على نفسهم وما عملوش حاجه وافتكروا نفسهم نجوم عشان طلع في مسلسل ولا 5 ولا 6 مسلسلات وبعد كده خلاص الموضوع باظ منه. لان مفيش تجديد، مفيش حاجه. انا حاسس ان هو الممثل الدور ده هو نفسه اللي في الدور ده. فهي دي فكره الشغل على النفس. لازم الواحد يشتغل على نفسه، خد ورشه خد معلومات، بيكمل بعد كده القرايه وان هو يحاول يشتغل في عمل واثنين وثلاثه عشان خاطر المستوى بتاعه يرتفع. عشان زي ما كان دايما بيقول لك العضو المهمل يضمر. يعني انت لو مش بتحرك ايدك كتير بتلاقي ايدك جبست كده، لازم تحرك ايدك. زي اللي بيلعب رياضه، اللي بيلعب رياضه بيوصل لسن كبير بتلاقوه بيتحرك، عكس ان واحد على طول قاعد، فكل ما بيبقى يقعد كتير يجي يقوم يبقى قايم بصعوبه. فاهمني؟ فعشان الموهبه ما تصدقش او تصدي. الموهبه بتصدي لان انت ما بتشتغلش عليها. فانت ممكن تاخد ورشه واثنين وثلاثه وبعد كده وبعدين خدت معلومات وخدت تدريبات حلوه، بس لازم بنطبق الكلام ده ونفضل شغالين على نفسنا. حتى لو ما فيش عروض شغالين فيها او مش بنعمل حاجه مع نفسنا، نبتدي نعمل حاجه، نلم اصحابنا ونشتغل مع بعض، نعمل حاجه عمل، حد بقى يبقى مخرج، حد يمثل، حد مش عارف ايه. هو ده اللي نفضل شغالين ما نسكتش خالص. وانا اعرف شباب كتير فعلا يعني خدوا ورش وبعد كده لقوا الدنيا مش عارفين يوصلوا لحاجه، راحوا مكاتب كاستنج وربنا ما وفقهمش في الاول، ابتدوا يشتغلوا بقى شويه في مسارح، شويه افلام قصيره يشتغلوا فيها وهكذا. فهو بيشغل نفسه طول ما هو كده شغال، بحيث لما تجيله فرصه كبيره يبقى هو قدها. لان المشكله ان انت هتجيلك الفرصه وانت مش عارف هتجيلك امتى، فيجيلكوا الفرصه وانتم مستعدين وتبقوا قدها، يا الفرصه خلاص هتيجي وهتروح مننا. وبكده الجزء الاول من حلقتنا هيكون خلص. استنوني في الجزء الثاني هتكلم فيه عن مواضيع تاني عن الورش، ومستني اسئلتكم. لو حد عنده اي استفسار او اي حاجه في الحلقه اللي احنا اتكلمنا فيها دي يبعت لي وانا هجاوب عليه على طول. ولو الحلقه عجبتك او استفدت اي معلومه جديده ما تبخلش ان انت تعمل لايك او شير. وبالتوفيق للجميع. شكرا. سلام.